ناس كتير جدا لما بتيجي مكه المكرمه ما بتبقاش عارفه تجيب الهدايا بتاعتها منين، فالنهارده هعرفكم على ارخص الاسواق الشعبيه في مكه المكرمه. وتخيل السجاد بيبدأ من 5 ريال بس. مكة المكرمة فيها أسواق كتير جدا للهدايا، بس ده أرخص سوق في مكة المكرمة علشان هنا بيبيعوا بجملة الجملة، وتقريبا هو ده أقرب مكان في مكة المكرمة. أهلا بيكم في سوق الكعكية. 10 دقايق من الحرم وهتوصل على سوق الكعكية، ومفيش أجمل من إنك تجيب لأصحابك وحبايبك هدايا من مكة المكرمة. وفي المكان ده اللي هتلاقي فيه كل حاجة رخيصة جدا، وغير كل ده واكتر حاجه مميزه في السوق ده ان كل حاجه بتتباع جمله الجمله. السوق اللي هتلاقي فيه كل حاجة بتخص الهدايا بعد الحج. يعني عادي جدا تلاقي السبحة ب2 ريال بس، والمصليات بتبدأ من 5 ريال، ودي من اجمل الهدايا اللي ممكن تجيبها لاي حد ب5 ريال بس. غير انك هتلاقي كل حاجة انت بتدور عليها، سبح وسجاد صلاة وطواقي وكل الهدايا اللي الناس بتحبها بعد الحج. ولو في حد عزيز عليك ممكن تجيب له دي سعرها 2500 ريال. السوق فيه محلات كتير جدا للتمور. سوق الكعكية كبير جدا وفيه كل حاجة انت بتدور عليها. وبكده يبقى قلت لك على افضل وارخص سوق شعبي في مكة المكرمة. وطبعا ما تنساش تعمل لايك وتعمل فولو للحساب، وما تنسانيش من دعوة حلوة وانت بتعمل حج السنة. والسلام عليكم.